صاحيين من امبارح الفجر، دلوقتي الساعة 6:22. ألف مبروك أبو جبل، 25 ساعة مذاكرة. حبيبي هندسة والله. تجربة جديدة ما حصلتش في يوتيوب قبل كده. انزل بالفيديو. الساعة تقريبا 5:03، لسه صاحي من النوم، نايم تقريبا 5 ساعات. إن شاء الله النهاردة هنذاكر 25 ساعة متواصلة. أنا في سنة أولى ما كنتش بعرف أذاكر 3 ساعات، ما كنتش عارف أذاكر ساعة ونص متواصلين، واليوم كله كنتش عارف أذاكر فيه مثلا 4 ساعات. سنة أولى كلية، فالنهاردة قررنا نعمل كده يعني. ازاي هنخلي الموضوع ده حكاية متواصلة وكده؟ ان انت الوجبات اللي انت هتاخدها مش هنطول فيها، مش هتاخد تلت ساعة، المواصلات بيتسمع فيها حاجة غير كده بقى الصلاة او اساليب معينة كده نطلع بيها من حكاية النوم الشديد او كده، ان شاء الله نبقى نقولها يعني. طب ليه عملنا الموضوع ده اصلا؟ اكيد ما عملناش الموضوع ده لمجرد ان احنا يلا نذاكر 25 ساعة متواصلة ومحدش شفتش حد عاملها قبل كده ويلا وهاش ومش عارف ايه، ده هبل يعني. لسببين، اغسل وشي السرعة واجي اقول. طب ايه هما بقى السببين؟ السبب الاول، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اول ما بتبدا تعلى عن اعلى ليفل ليك، ربنا بيبدا يفتح معاك في دماغك كده حقائق معينه انت بتبقى عرفتها عن النوم، عن الاجتهاد، عن مش عارف ايه، عن النفس بتحدثك بكذا تتعامل معاه بالطريقه الفلانيه، عن حاجات شبه كده يعني. ودي بتبقى يتجمع في دماغك جمله ورا جمله ورا جمله لحد ما الجمل دي كلها يبقى عندك علم تسبق بيه شويه على السن بتاعك. وده اللي بيبقى مسؤول بعدين انك بتاخد خطوة قدام اكتر وتسبق بيها لحد ما تبقى بتسبق الناس. كده بقى بتسبق الناس لما تجتمع العلوم دي في دماغك. بتجتمع ازاي؟ بالاوقات الصعبة بس، ما بتجيش ابدا من اي وقت تاني، الاوقات الصعبة بس. التانية بقى بتلاقي كمية ثقة بالنفس وحل مشاكل كتيرة، ومفيش حاجة اسمها مقارنات ولا نفسك أو الشيطان هيوسوسوك بحاجات هتضايقك أوي بجد، لأن هما أنت زي ما تكون في باب كده مسكته لهم سديته، ما يقدروش يدخلوا لك من حتة ثقة بالنفس أو إن أنا مش كويس أو إن أنا كذا أو أنا كذا. بجد يعني بتلاقيه باكش كده جالك مرة واحدة، بيعالج حاجات كتيرة جدا من غير ما أنت تكون عملت حاجة، هي بس مرة واحدة. فاحرص إنك تعمل الحكاية دي ولو مرة واحدة، إنك تعلى عن على الليفل اللي أنت جبته قبل كده في حاجة زي المذاكرة مثلا أو الشغل أو كده إلى آخره. عايزك تتخيل معايا بس ان الساعة دلوقتي 4، المغرب خلاص هيأذن، احنا صاحيين من 5، يا دوب هما الساعتين السكشن والمواصلات، حتى مواصلات ذاكرنا فيها، والوجبات ما بناخدش ولا بنتكلم اصلا مع بعض يعني، والصلاة بس، والوجبات ربع ساعة. وحتى الآن أنا قلت لك أخلص اللي أنا عايزه قد اللي بخلصه في اليوم 3 مرات ونص، أنا خلصت النص بس دلوقتي. طبعا الموضوع هو طويل أصلا، كان بياخد اليوم كله. فتخيل بقى إن أنا معايا قد اللي كنت بخلصه في اليوم 3 مرات، وكل الوقت ده من 5 ل4 مع الحاجات دي اللي قضيناها شوية في الصلاة والسكشن وكده، خلصت النص بس. فتقريبا إحنا إيه، مش هننام لمدة كذا يوم يعني. الساعة دلوقتي داخلة على 12، إحنا من 5 كده كام ساعة؟ 19. محتاجين بعد ال 19 ساعة اللي خدناهم دول كمان 12 ساعة، فهترسي معانا على ده هت... موسوعة جينيس يا هترسي ابني، خش تعال. هترسي معانا بجد على صلاة الجمعة يعني. بس حلو والله، تخيل انت بعد 20 ساعة مذاكرة هتبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم 12 ساعة. لا معلش انا ما غيرتش ده من الصبح، بس حرفيا ما قمناش، ما خدناش اي بريكات، ما فيش اي بريكات. اللي بيذاكر بالبومودورو تكنيك خد بريكات اكتر مننا بكتير، وفعلا احنا جربنا نذاكر على طول ونخلي البريكات حاجات بسيطة. ما فيش الكلام اللي بنسمعه على طول ده اللي هو لازم تاخد بريك او ان انا اقلب شويه في الموبايل او اريح دماغي. على فكره لا، التركيز موجود معانا طول ال 19 ساعه الحمد لله يعني. الساعة 2 بدأ النوم الشديد طبعا. حل حاجة من اتنين، يا إما تلعب رياضة بمجهود عالي، يا إما تروح تاخد دش ساقع. فهي مش ناقصة دور برد على المسا، فنديها كده إن شاء الله. كل ما يجيلنا نتقابل بعد الفجر، كل ما يجيلنا إحساس نوم نديها كده 50 ضغط ولا حاجة. أصلا إحنا كنا هنكمل لحد الظهر يعني، ما اكتفناش ب 25 ساعة، كنا هنكمل لحد 32 والله العظيم. بس لقينا الدماغ قفلت ولقيت نفسي بعيد المقطع اللي انا بسمعه ده 5 مرات، فقلنا لا كده كفاية. طيب ايه بقى اللي اتعلمناه من التجربة دي؟ اتفضل يا حاج عاطف. يعني هو انا اكدت الفكره اللي كانت عندي ان انت فعلا تقدر تستمتع بشغل وراك او حتى مذاكره او حاجه انت مهمه كنت شايفها تقيله على قلبك.
يعني الموضوع طلع فعلا مش موضوع تنظير، ولا موضوع حد بيتكلم على اليوتيوب، ولا موضوع كتاب كده. لكن فعلا الموضوع زي ما كنت بتقراه في كتب السلف والجماعة الصالحين اللي سبقونا. فالموضوع فعلا حقيقي ان انت لو وراك شغلانة او وراك حاجة مهمة تقدر تستمتع فعلا فيها. يعني مش لازم عشان تستمتع تضيع وقتك مثلا في ماتشات كورة او سوشيال ميديا او شوية يوتيوب. لكن انت في نفس الوقت ممكن تضرب عصفورين بحجر، تخلص الحاجة اللي وراك وتستمتع بيها في نفس الوقت. وده اللي احنا شفناه النهاردة وقدرنا نحققه النهاردة بشوية خطوات وبشوية يعني طرق. الموضوع مش بعيد عن اي حد خالص. والحمد لله يعني ربنا وفقنا فيه في الاول وفي الاخر، وفي الاخذ بالاسباب برضو ربنا وفق في الموضوع ده. هكررها تاني وتالت ورابع. لو ما شفتش حد قدامك بيعمل حاجة كبيرة وبيوصل لليفل معين كبير، مستحيل تعرف ولا توصل للليفل ده اصلا. مش هيبقى في دماغك ان في ليفل ممكن بني ادم يوصل له كده. لازم يبقى لك قدوة، ولازم تشوف حد سبق، واول ما هتسمع سيرته قلبك هيتعلق بيه. لما قلبك هيتعلق بيه هتقلده. لذلك انا عايز اجيب والله المره الجايه كده ايه، هودي اكتب عليه كده زي ما بيقولوا علماء الازهر: اقرا سير الرجال، او اسمع يعني زي ما متوفر بالنسبه لك. اقرا سير الرجال، الرجال دول هم الصحابه والعلماء والائمه وكده. اقرا سير الرجال تكن منهم. ده هيبقى شعاري في الحياه من هنا ورايح، لان فعلا كل اللي حصل معانا ده يعني لما دماغنا بدأت تنفتح كده يعني صورة مصغرة يعني. بالظبط اه، نموذج بالظبط، صغير. تكن منهم مش توصل لهم، لا ايوه. يعني هتقلدهم. اتفضل يا عاطف. دي آه، رقم 2 كده. رقم 3: فعلا لو وراك حاجة تقيلة فأحسن حل إن أنت ما تفكرش، يعني ما تفكرش تقول الموضوع صعب. الموضوع ما دام أنت فعلا المفروض تعمل الموضوع أو أنت شايف فيه فايدة كبيرة ليك، فأنت ما تفكرش. يعني أنت على طول ورايا كذا، ابتدي شغل على طول. موضوع إن أنت تفكر بقى وتكبر الموضوع، وبعد كده تحاول بقى تهد الموضوع ده وتحاول تسهلها على نفسك. فأنت اختصر الطريق ده كله وخد طريق تاني كده، إن أنت ما تفكرش أساسا الموضوع. ما تقولش الموضوع صعب بقى وبس أنا أقدر. لا، أنت ولا الموضوع صعب ولا الكلام ده كله. انت خش في الموضوع على طول من غير تفكير ومن غير ما تضيع وقت ولا مجهود ولا الشغل ده كله. هتلاقي الموضوع فعلا فرق معاك. مم. رقم 4: اي خطوة هتبدأ تاخدها تعلي فيها من الليفل بتاعك، ربنا كده حاطط لك اتنين: الشيطان ونفسك اللي جواك. 24 ساعة أفكار سلبية وحرب، وهيرمولك أفكار وجدالات. طب انت مهما تعمل برضو مش هتوصل للأوائل. طب انت برضو انت مش فاكر انت عملت ايه وبوظت ايه. طيب انت أفكار سلبية ومش هتنجح وهتفشل وإلى آخره، وايه هتستفاد ومش عارف ايه. أفكار هيرموها لك 24 ساعة. الأفكار دي قعدت تعبتني يعني حوالي سنين كتيرة. لقيت في الآخر إن التعامل معاها إنك يعني تلجأ إلى الحق سبحانه وتعالى وتتعامل معاها بقوة. تعامل معاها بقوة، ما تبقاش مرخي كده. أي فكرة تجيلك: أنا حاسس إن أنا مش عارف، أنا مش عارف إيه، أنا بحس كتير إن أنا كده. تعامل معاها بقوة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم كده. إيه ماشي، عايز إيه يعني؟ أنت مش هتبقى أحسن من الناس، طز فيك وفي الناس. أنا بقول الفكرة كده لما تجي، أنت مش طز فيك، ماشي شكرا شكرا. وفض دماغك، ما تقعدش على قصادهم، عشان دول عايزين أصلا يودوك في داهية. فدي شيء مهم جدا، اتعامل معاهم بقوة. لأن معظم الناس دلوقتي بتقعد تشكي وهي يعني ايه متأثرة بالكلام ده. طب انت كده يعني بتسمع كلامهم هيودوك في داهية. فتعامل بقوة عشان تعدي. والله دردشة، نعم. شوية دردشة كده على السريع. ايه احلى حاجة طلعت بيها من التجربة دي، شايف ان هي هتأثر معاك بعدين؟ يعني هو حاسس ان انا عملت حاجة يعني محدش عملها، خصوصا ان احنا عملناها يعني طوعية مننا. يعني مثلا ما عندناش امتحان بكرة او امتحان بعده واحنا مزنوقين في المنهج معانا ويلا اجازة نص سنة اصلا. ويلا لم بقى وكده. لا، احنا حرفيا يعني يعتبر الدنيا مريحة معانا الفترة دي، واحنا قررنا نعمل الحاجة دي من نفسنا تماما، يعني من غير ضغط او حاجة. وانت يعني ايه اصعب وقت عدى عليك وتعاملت معاه ازاي؟ اصعب وقت اللي هو الوقت اللي انت بتلاقي نفسك فيه نمت ومش قادر تعمل ولا حاجة وميت من التعب. والوقت ده على فكرة احنا نايمين 5 ساعات احنا الاتنين، تمام. فالوقت ده بدأ يجي لي اصلا من قبل العصر كده، وكنت بنام على نفسي وميت. طب اللي هو ازاي انت هتقعد لحد الساعة 6 اليوم التاني تشتغل؟ فاهمني؟ فالحكاية اللي قالها عاطف دي هي اللي ريحت الدنيا، اللي هي ما تفكرش. اقعد ساكت، بس اقعد ساكت وما تفكرش، ما تتكلمش مع نفسك، اقعد ساكت واعملها بس. فده كان حلها يعني. وده كان اصعب وقت، النوم اللي هو انت ميت مش قادر، والتفكير اللي هو انا لسه قدامي 12 ساعة. ما تفكرش زي ما هو قال.
وفي نقطة مثلا ان انت تقسم الحاجة لحتت صغيرة. قول مثلا انت في ايدك صفحة، قول مش هقوم غير لما اخلص الصفحة دي، وهي الصفحة دي وخلاص بقى، وهي دي الصفحة لو عملتها النهارده يبقى انا عملت اللي عليا. خلصت الصفحة، طب يلا، طب خلص بقى سطرين كمان من الصفحة اللي بعدها، طب سطرين، طب ما تخلص يا عم الموضوع، طب ما تخلص الصفحة، طب يا عم ما تقفلهم 5 صفح كده. يعني هتلاقي الموضوع جر معاك. وده نفس الموضوع اللي انت يعني تستخدمه لما الشيطان يجي يضحك عليك، تقول يعني يا عم انا هشوف بوستين، يا عم انا هفتح 5 دقايق بس يوتيوب. لكن استعمل الموضوع ده بقى في المذاكره. لا يا عم انا هخلص الحته دي، هخلص الصفحه، طب صفحه تجيب صفحه، هتلاقي الموضوع ماشي معاك فعلا. احلى حاجه بقى شايف ان انا استفدتها، يعني لان انا يعني بقدس جدا الموضوع ده، ان انت مستحيل تسيب يوم، لان انت النهارده ذاكرت مذاكره 3 اضعاف اللي بتذاكره في اليوم، وذاكرت 25 ساعه. فلما يقف قدامك اليوم العادي ده اللي هو ايه، خلاص انت دماغك كبرت يعني. لذلك التجربه دي مهمه، اي حد يقدر يعملها ما يتاخرش يعني. سلام عليكم.